ازيكم يا شباب تانية ثانوي؟ ده حل الهوم ورك الدرس الثالث بتاع الهيتيروتروفيك نيوتريشن او الدايجيشن وابزوربشن. اول سؤال بيقول لي the digestion process of the food aims to its change into substance which can be طبعا swallowed. دي هو دي اتكتبت غلط، المفروض نقط هنا. يعني بيقول لك عملية الدايجيشن بتهدف الايم بتاعها، الهدف بتاعها ان هي تغير لك السبستنس لصورة نقدر نعمل بيها ايه؟ نقدر نعمل بيها absorption. مش احنا بعد ما بنكسر الاكل صورة بنخلي الدم او بيحصل له absorption عن طريق الفيلايز اللي في السمول انتستين. يبقى انا بعد ما بكسر عملية الدايجيشن بدخل في تاني عملية اللي هي الابزوربشن. حلو الكلام. بعد كده هنا بيقول لي A اتحولت ل P واللي سرع ده انزيم 1، و B اتحولت ل C واللي عمل ده انزيم 2، و C اتحولت ل D واللي عمل ده انزيم 3. حلو الكلام. فبيقول لي what happened to the rate للريت بتاع production D if enzyme number 1 مش هيكون موجود. هو هنا بيقول على الريت of production of number D، هتلاقيه stop، هتلاقيه ما بيطلعش. حلو الكلام. From the two following reaction what can be deduced regarding the two enzymes 1 و 2؟ يعني انا دلوقتي عندي اول رياكشن اللي هو كربون دايوكسيد مسكت مع الووتر، بعد كده عملت لي هيدروجين كربونات او اللي هو البايكربونات. بعد كده البايكربونات اتكسر ورجع تاني لكربون دايوكسيد وووتر. دي الحته بتاعت الريفرسبل افكت، او ان الانزيم تقدر تكسر الحاجه وتقدر برضو تجمع الحاجه. فبيقول لي انزيم 1 وانزيم 2 تفتكر ان هو نفس الانزيم؟ لان احنا اخدنا ان في بعض الانزيمز بتكون ريفرسبل. يعني ايه ريفرسبل؟ يعني تقدر تاخد لك الحاجتين وتكبرهم لحاجه واحده، وتقدر تاخد الحاجه الكبيره وترجعهم لحاجتين، يبقى هو نفس الانزيم. طيب what what's the first compound resulted from the digestion of البوليساكرايد؟ لو انت لسه واكل بوليساكرايد يعني اللي هي جلوكوزات كتير، واكل نشا مكرونه رز الكلام ده كله، فبتتكسر في الاول لايه؟ ايه الفيرست كومباوند اللي بنكسره؟ كنا بنقول ان هي بتتكسر لاتنينات اتنينات، فهتبقى ايه؟ جلوكوز ماسكه مع جلوكوز. طب جلوكوز ماسكه مع جلوكوز اللي هي الايه؟ المالتوز. طيب on eating a piece of bread which of the following enzyme will start its action firstly؟ لو انت واكل حته عيش اول حاجه هتشتغل هو الاميليز اللي بيكون في البق اللي بيطلع من الستة salivary gland. حلو الكلام. In which part of the human alimentary canal، في أنهي حتة في الalimentary canal does the enzyme work efficiently؟ يعني بيشتغل بصورة حلوة قوي if the optimum pH بتاعته 7.5. 7.5 يعني اللي هي weak alkaline اللي هي بعد النيوترال على طول. حلو الكلام. فبنقول مين اللي هيبدأ يشتغل في الويك الكالاين اللي انت حافظه؟ الاميليز هو اللي بيحب 7.5 او 8. طب الاميليز ده بيشتغل فين؟ في البق. تمام نكمل. The opposite graph illustrates the production of a substance when the enzyme work on the starch solution. What does substance X represent؟ سؤال. هو بيقول لك نسبة الستارش عمالة تقل تقل تقل. ليه؟ لأن الستارش عمالة تتهضم تتهضم تتهضم. ليه؟ بتتكسر لاتنينات اتنينات اتنينات. أنا طول ما أنا عمالة أقلل في الستارش مين اللي بيزيد؟ المالتوز. لأن هي كانت عبارة عن جلوكوزات كتير ماسكة في بعض، طب أنا عمالة أكسرها لاتنينات اتنينات اتنينات، فما بقاش في ستارش فبتقل. بس مين اللي نسبته بتزيد؟ المالتوز اللي هو الجلوكوز ماسكة مع جلوكوز. هتبقى ايه؟ طيب number 8 بيقول لي when having a breakfast meal that consists of egg، ده طبعا الايج دوت اللي هو بروتين في الألبوم، والهاني العسل دوت ده بيكون داي سكرايد. some pastries يعني المكرونات، والمكرونات دي نشا.
مين أول واحد البق هيشتغل عليه؟ البق ما بيشتغلش على الهوني، عشان في ناس بتفتكر إن هو بيشتغل على الكربوهيدرات، يعني هيبدأ بالعسل. العسل ده دايسكرايد بنبدأ نشتغل عليه في السمول انتستين، لكن مين اللي بيبدأ نشتغل عليه في البق عشان نكسره يبقوا اتنينات اتنينات؟ دول اوريدي، العسل ده اوريدي اتنينات اتنينات، لكن مين اللي بشتغل عليه عشان اخليه اتنينات اتنينات؟ اللي هي الايه؟ الستارش، اللي هي الباسترز. الباسترز اللي هي جايه من الايه؟ المكرونات يعني. طيب which type in the two following figures contains the highest content of maltose؟ مين في دول عنده مالتوز كتير؟ المالتوز ده اللي هو جلوكوز ماسكه مع جلوكوز. فبيقول لي ان بعد 20 دقيقه من beginning of الاكسبيرمنت، بعد 20 دقيقه من اللي حصل من الكلام ده. ماشي، بصوا بقى، هنا حاطين له 37 ودي الدرجة اللي الأميليز بيحبها. هل الأميليز هيحب درجة حرارة 15؟ لأ، لأن أنا عارفة إن الإنزيمز بتحب من 37 ل 40، هي دي الأوبتيمم تمبريتشر بتاعتها، عشان كده هي بتشتغل حلو في جسم الإنسان أو في درجة حرارة جسم الإنسان. إذا الستارش هنا مش هتتكسر، لأن الأميليز مش محطوط له درجة الحرارة اللي بيحبها، فالستارش هتفضل ستارش زي ما هي. طيب أمال هنا أنا محطوط لي هنا درجة الحرارة اللي بحبها، فالستارش اللي هي جلوكوزات كتير هتبدأ تتكسر لاتنينات اتنينات، يعني هيبقى فيه ملتوز كتير اتنينات اتنينات. فمين في دول عنده ملتوز كتير؟ اللي هو نمبر ايه؟ هو ده، عشان الأميليز هنا هيشتغل. حلو الكلام. بيقول لي the following figure show the effect of an enzyme that work in the human digestive canal, which of the following decrease the production rate of الامينو acid؟ يعني مين في دول هيقلل السرعة بتاعة الامينو acid؟ ان هي تبقى بولي بيبتايد عادي. طيب ان هي تبقى 37 درجة عادي. طب انا البولي بيبتايد لامينو acid، استنى هو تقريبا هنا كتب لك طب انا البولي بيبتايد لامينو اسيد، مين اللي بيشغل الانزيم ده؟ بي اتش 8. طب الانزيم ده اسمه ايه اللي بيخلي البولي بيبتايد تبقى امينو اسيد؟ اللي هو اسمه البيبتيديز لو تفتكروا، وده برضو كان في السمول انتستين من الانتستينال جوس. حلو الكلام. فبيقول لي اللي ممكن يأثر او يقلل الريت بتاع ظهور الامينو اسيدز the removal of the produced amino acid when it formed، ان احنا بنشيل الامينو اسيد لما بتطلع، ولا increase the amount of البوليبيبتايد chain، يعني لما هكسر السلاسل دي هل ده هيقل او السرعه بتاعته هتقل؟ طب the stability of the temperature 37 ان هي تفضل 37، متهيألي دي حاجه كويسه جدا. طيب decrease ال pH value to 2، تفتكروا احنا في الببتيديز ده بيحب الالكالاين، يعني بيحب الايه؟ طب تفتكروا احنا لو خليناها 2، هتقولي لا ده 2 ده كده انت هتخلي البي اتش ايه؟ اسيدك. بذمتكم مش ده هيوقف او هيقلل الريت بتاع الظهور بتاع الامينو اسيد؟ لان كده الانزيم هيقف، الانزيم ده كان بيسرع التفاعل، فمعناها كده ان البولي بيبتايد هتتكسر الامينو اسيد، بس مفيش انزيم يشتغل عليها فهتتعمل بصورة بطيئة. يبقى ان احنا نغير البي اتش دي حاجة هتأثر على الرياكشن. حلو الكلام. بيقول لي in case you eat all the following food، ماشي أكلت كل الأكل ده، on which one of them can the body depend to form the required enzyme to complete all the vital processes؟ يعني أنا الجسم أصلا بيعمل الإنزيمات من إيه؟ الإنزيمز دي عبارة عن إيه؟ بروتينز. طيب مين في دول بقى بروتينز؟ روكا ولا الايج ولا الكورن ولا الاورنج؟ اكيد الايج، هي دي اللي فيها البروتينز، فهي دي اللي هتساعد في تكوين الانزيمز. حلو الكلام. طيب بيقول لي which of the following figure illustrate the starch molecule after being digested في الماوس؟ هو انا لو انا عندي الستارش ده بيبقى سلسلة طويلة من الجلوكوزات، طب في الماوس مين اللي بيشتغل عليه؟ الاميليز. بيعمل فيه ايه؟
بيكسروا اتنينات 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 اتنينات. فهو بيقول لك انت متوقع تلاقي الستارش بعد ما اتهضم في البق الايه؟ اتنينات اتنينات. طيب يلا نكمل الحته بقى بتاعت الجاستريك. the backflow رجوع of الجاستريك acid to the esophagus. يعني الناس اللي عندها gastro esophageal reflux اللي هو ارتجاع في المريء، ده بيكون بسبب ان الحنفيه اللي اسمها الكورديك سفينستر ممكن تكون ضعفت. طب بيقول لي ده بيحصل and it occur due to the defect الضعف في السفنكتر muscle اللي بين مين ومين. هو بيقول لك الجاسترو اسوفيجل، يعني لما انا كانت المعده عندي هنا حلو، وانا ده الاسوفيجس بتاعي المريء بتاعي، فكنا بنقول ان الحنفيه دي المسلز دي ضعفت، يبقى الحنفيه او السفنكتر اللي ما بين الاستومك وما بين الايه؟ الاسوفيجس، يبقى هتبقى نمبر ايه. نكمل. بيقول لي why does the action of salivary amylase enzyme is stopped in the stomach. ليه الاميليز وقف في الاستومك؟ علشان انا كنت بشغل الاميليز في بيزك، لكن انا في الاستومك لقيت ان الميديم بتاعي اسيدك، اذا الاميليز الرياكشن بتاعه وقف. ليه؟ انت عامل لي بي اتش ما بحبهاش، يبقى due to a difference in البي اتش. نكمل. بيقول لي which of the following that its digestion may be affected if the liver is severely damaged. يعني لو الكبد حصل له حاجة مين اللي هيتأثر؟ الكبد كان بيطلع البايل جوس اللي كان بيكسر الفاتس لإيه؟ emulsified fat، يخلي حتة الدهون الكبيرة تبقى فتافيت دهون، يبقى مين اللي هيتأثر؟ الفاتس. طيب number 16 بيقول لي which of the following juice where the digestive enzyme are completely absent. يعني مين في دول في العصاير دول مفيش اي انزيم؟ البايل، لان انا عارفه ان البايل دوت هي كانت عباره عن red blood cells، بس مالها old red blood cells. لما red blood cells بيعدي عليها 4 شهور بتتقلب لايه؟ لبايل جوس اللي هي الصفرة. طيب where does the digestion of oil used in preparing meals start. الاويل الزيوت بيبدأ فين الدايجيشن بتاعها؟ في السمول انتستين. لما الكبد فاكرين الكبد كان بيرمي البايل جوس في اول السمول انتستين في الحتة اللي اسمها الديودرم. نفس الكلام البنكرياس كان بيرمي الدايجستيف جوس بتاعه اللي هو البنكرياتيك جوس برضو في الديودرم. طيب بعد كده بيقول لي which of the following food substance that its digestion start and end in small intestine. مين في دول بيبدأ الهضم بتاعه وبينتهي في السمول انتستين؟ اي حاجة فيها دهون، اي حاجة فيها دهون. هو كل الاكل كده، بس اللي مينلي في بداية السمول انتستين اللي هو البايل، لان احنا اللي هو الدهون، لان الدهون بيترمي عليها البايل تقوم متكسره الايمالسيفايد فات، وبعد كده البنكرياس يروح رامي عليها البنكرياتيك جوس اللي هو الانزيم اللايبيز، فيقوم مكسر الايه؟ الايمالسيفايد فات لفاتي اسيد وجليسرول. فبيبقى كده شكرا، يعني بدايته ونهايته كانت في السمول انتست. يبقى الدهون بدايتها ونهايتها كانت في السمول انتست. لكن لو انت خدت بالك الستارش او الكربوهيدرات بدايتها كانت في الماوس، نهايتها كانت في السمول انتستين عادي. طب البروتينز برضو كانت في الاستومك، نهايتها كانت في السمول انتستين. لكن اللي بدايتها ونهايتها في السمول انتستين هي الليبيدز او الايه؟ الفاتس الدهون. طيب which of the following enzyme البايل juice play an important role in accelerating its activity. مين في الانزيمز دول بيساعدوا البايل جوس؟ اللايبيز. هو اصلا اللي بيحصل في حوار الدهون، حضرتك كلت سواء شربت كلت مثلا بطاطس محمره، الزيت ده هيتكسر لإيمالسيفايد فاتس عن طريق الايه؟ البايل. بعد كده الإيمالسيفايد فاتس هتبقى فاتي اسيد، 3 فاتي اسيد 1 جليسرول عن طريق الايه؟ اللايبيز. وكل ده بيحصل في السمول انتست، فبداية الدهون ونهايتها في السمول انتست، فاحنا طبعا هنقول لايبيز. طيب بيقول لي which of the following organ that its infection
لو حصل له أي infection، أي إصابة affected digestion of الفات والبروتين والكربوهيدرات. يا لهوي، مين العضو اللي لو حصل له إصابة هيأثر على هضم الثلاث حاجات دول؟ إيه رأيكم؟ هو أولا السمول انتستين ده أولا كده. طب لو مفيش سمول انتستين، أولا كده الستارش بيأثر على البروتين بس. اللارج انتستين مش هتأثر على هضم حاجة، دي بيبقى فيها الكيكي، واحنا بنعمل كيكي في البوتي. يلا ان شاء الله محد حوش. طيب الليفر بيأثر على الليبيدز بس. طب مين يأثر على كله؟ البنكرياس، لأن البنكرياس كان بيطلع الأميليز، ادي كده كربوهيدرات، وكان بيطلع اللايبيز، ادي كده الدهون، وكان بيطلع الايه، التريبسينوجين، ادي كده البروتين. البنكرياس هو تاني حاجة بتأثر على هضم الثلاث أنواع أكل، والسمول انتستين طبعا لو في سمول انتستين مكتوبة. طيب which of the following enzyme doesn't digest the same type of food substance؟ يعني مين في دول مش بيهضم الحاجات اللي شبه بعضها؟ بمعنى مثلا المالتيز ده عبارة عن ايه؟ جلوكوز ماسكة مع جلوكوز. طب اللايبيز دي كلها حتت دهون ماسكة مع بعضها. بس استنوا هو قصده ايه؟ السكريز ده عبارة عن جلوكوز ماسكة مع فركتوز، فده كربوهيدرات. طب اللاكتيز ده عبارة عن جلوكوز ماسكة مع جلاكتوز. فهو قصده يعني مين في دول مش شبه بعض، مش شبه الناس اللي موجودين. ده كربوهيدرات وده كربوهيدرات وده كربوهيدرات، ده الوحيد اللي بيعمل الدهون، بيهضم الدهون. طيب which of the following enzyme doesn't complete the action of other enzyme or juice by breaking down their products into simpler؟ يعني من الآخر بيقول لك مين الإنزيم اللي ما بيشتغلش بشهادته؟ الانتيروكاينيز، الإنزيم الوحيد اللي ما بيشتغلش كإنزيم. هنا بيقول لك بصوا doesn't complete الأكشن، أو هو مش إنزيم بيعمل breaking down بيكسر حاجات. أمال ده الانتيروكاينيز ده كان بيعمل إيه؟ ده يا دوبك كان بيصحصح التريبسينوجين ويقول له خليك تريبسين، كان بيعمل اكتيفيشن بس، لكن ما بيشتغلش كإنزيم. مين اللي عمل كده؟ الانتيروكاينيز. طيب which of the following enzyme doesn't produce simpler and symmetrical شبه بعض molecule through its action؟ البيتيالين اللي هو الاميليز كان بيخلي الجلوكوزات اللي شبه بعضها تتكسر وتعمل لك مالتيز. طب المالتيز ده برضه هيكسر الجلوكوز ماسكه مع الجلوكوز. طب البنكرياتيك اميليز هيكسر الحاجات الجلوكوز ماسكه مع الجلوكوز، لكن اللاكتيز بيكسر ايه؟ الجلوكوز مع الجلاكتوز. يبقى هو ده الوحيد اللي بيكسر الحاجات اللي مش شبه بعضها. which of the following enzyme have a rule of in hydrolysis of الجلايكوجين completely؟ مين اللي بيكسر الجلايكوجين completely؟ ها، لو احنا بصينا الجلايكوجين دوت بيتكسر، او هو عبارة عن ايه؟ جلوكوزات كتير ماسكة مع بعض. مين اللي يكسر الجلوكوزات الكتير؟ يا اما الاميليز، او مين اللي بيكسر حاجتين؟ ها، المالتيز، لان ده جلوكوز وجلوكوز، فالاميليز او المالتيز. لكن ده لاكتيز، ده جلوكوز وجلاكتوز. السكريز ده مثلا جلوكوز وفركتوز. حلو الكلام. طيب which of the following doesn't contain digestive enzyme of carbohydrates؟ مين في دول ما عندوش digestive enzyme للكربوهيدرات؟ مش بيهضم الكربوهيدرات. ها، السلايفا بتهضم الكربوهيدرات، البنكرياس عنده الاميليز اللي بيهضم الكربوهيدرات. طيب الجاستريك جوس ما كانش فيه غير بيبسي، فاكرين عصير المعدة؟ هو البيبسين اللي كان بيهضم بروتين، يبقى هو ده اللي ما بيهضمش ايه؟ carbohydrates. which of the following isn't correct about trypsin and the pepsin enzyme؟ ايه اللي في الجمل دي مش صح؟ ان التريبسين بيطلع في اكتف فورم. بذمتك التريبسين بيطلع في اكتف فورم؟ لا، التريبسين بيطلع تريبسينوجين، بعد كده الانتيروكاينيز هو اللي بيأكتفه. يبقى نمبر دي هي دي اللي جملة مش صح. نكمل.
Where does the protein digest start and end respectively؟ ثانية واحدة. Where does the protein digestion start and end respectively؟ البروتين بيبدأ في الاستمك وبينتهي في السمول intestine أو في الإليوم، آخر جزء في السمول intestine، هيبقى number B. طيب which of the following contain gland that secrete mucus بس مش enzyme؟ يعني مين الغدة اللي بتطلع mucus بس مش بتطلع enzyme؟ الإسوفيجاس. الإسوفيجاس هو الطريق اللي مش بيطلع انزيم لكن متغطي بالميوكس. امال البنكرياس بيطلع البنكرياتيك جوس ودي حاجات مليانه انزيمز. الاستومك بتطلع البيبسين. سمول انتستين بتطلع 3 انزيم اللي هو البيبتيديز والدايساكريديز والانتيروكاينيز. طيب which of the following food element aren't affected by the action of a digestive enzyme؟ يعني مين في دول مش هيتأثر بالdigestive enzyme؟ عارفين الأملاح والمية والفيتامينز الفيتامينات دول مش بيتأثروا، ما بيحصل لهمش digestion. طيب ومين كان ما بيحصلوش ولا digestion ولا absorption؟ الفايبرز اللي هي الألياف اللي في الفاكهة. Which of the following has a role in digestion process without secreting digestive enzyme؟ يعني مين في دول بيعمل digestion من غير ما يبقى عنده digestive enzyme؟ تفتكروا مين؟ الليفر، لأن الليفر بيطلع البايل جوز. البايل جوز ده عبارة عن كرات دم حمراء على الجسم، فما عندوش انزيم لكن بيكسر الفاتس الإيمالسيفايد فاتس. طيب رقم 31. If you know enzyme C has an indirect role في digestion and action of enzyme A stop in organ number 2, therefore what are organ 1 و 2؟ يعني بيقول لي ان انا عندي enzyme C ده بيعمل حاجة بس indirect. ماشي، انا ممكن اقول ان هو الانتيروكاينيز، ان ده انزيم بس ما بيشتغلش كانزيم. بعد كده بيقول لي ان انا عندي حاجة في number A، ماشي، هتقف the action of enzyme A stop in number 2. فممكن نقول مثلا ان الاميليز اول ما بينزل الاستومك اللي هي البي اتش بتاعتها اسيدك، حلو، فالتفاعل بتاعه بيقف. فبيقول لي هو A1 و A2. انا شايفه ان ده كده الماوس عشان هو اللي بيطلع اميليز، ودي كده الاستومك عشان هي الوحيده اللي البي اتش بتاعتها اسيدك، والثري دوت اللي هو اللي بيطلع انتيروكاينيز فهتبقى السمول انتستين، فهتبقى نمبر سي. شاطرة. طب which of the following activate B؟ مين في دول بيأكتف انزيم B؟ هو اللي في الستومك ده اللي هو مين؟ البيبسينوجين. طب البيبسينوجين بيبقى بيبسين امتى؟ لما بنحط عليه ايه؟ عصرة ليمون اللي هي ال HCl. حلو الكلام. The opposite graph shows the relation among three enzymes that share in digestion of food substance. What are the products digesting the substance which affect enzyme A؟ يعني بيقول لك الانتيروكاينيز عمال يعلى ففي انزيم بيشتغل. مين اللي الانزيم بيشغله الانتيروكاينيز؟ التريبسينوجين، بيخليه تريبسين. طب مين اللي بيقل؟ اكيد التريبسينوجين لانه بيتحول لتريبسين. طب ده كده مين اللي بيتهضم؟ البروتين، بتبقى بولي بيبتايد، صح ولا ايه؟ فهنقول what are the products digesting the substance which affected number A؟ يعني انتيروكاينيز وهو بيطلع مين تاني بيطلع معاه؟ اللي هو التريبسين او البيبتيديز ايا كان، فبيكسرها الامينو اسيدز. طيب بعد كده number 33 بيقول the opposite graph shows the result of an experiment through which
the enzyme action was measured at different pH. In which part of the digestive canal does this enzyme work؟ هو الانزيم ده اشتغل امتى كويس؟ انزل كده عند بي اتش 2.5. مين اللي بيشتغل اسيدك؟ ما عنديش غير واحد بس اللي هو البيبسين اللي بيبقى في الاستومك. شكرا. طب where are fat completely digested؟ هو الفات بتخلص فين؟ الدايجيشن بتاعها في السمول انتست. طيب the opposite figure show an experiment carried out in the room temperature. Which of the following substance can be detected in water بعد ساعة إلا ربع؟ يعني هو بيقول لك هنا حطينا البي اتش 8، ركزوا، وحطينا ستارش، وحطينا بروتين، وحطينا سيمبل شوجر، وحطينا انزيم بيكسر البروتين، وبيقول انا حطيت تيست تيوب وديستلد ووتر وممبرين عادية. فبيقول لي انت متوقع بعد ساعة الا ربع هتلاقي ايه؟ هلاقي انا كمارينا يعني شايفة ان انا هلاقي ان البروتين هتتكسر لامينو اسيد. دي اول حاجة، لان هو هنا قايل لي ان البروتينز هتبقى محطوط لها بروتين دايجستيف انزيم. تقول لي لا، طب ما احنا عايزين اسيدك. طب ما هو في برضو انزيمز تانية اللي هو زي التريبسينوجين، ده بيكسر البروتين بس بيبقى عايزها الكلاين عادي، فده هيشتغل عادي. والشوجر كده كده هيتكسر، فانا هلاقي امينو اسيد وهلاقي سيمبل شوجر. طيب 36 بيقول لي الجراف اللي قدامي دوت بيillustrate الافكت بتاع البي اتش، تأثير البي اتش على الدايجستيف انزيم activity. Which of the following choice represent the substrate والبرودكت؟ مين في دول substrate وبرودكت؟ انا دلوقتي ده انزيم وبيشتغل عند الايه الاسيدك، فالسبستريت يعني الحاجه اللي بتتكسر هي البروتين، وبتتكسر لايه؟ لبولي بيبتايد. ليه؟ هو مين اللي بيعمل كده؟ البيبسين. نكمل. رقم 37. The following diagram illustrates the action of a digestive enzyme. الانزيم مسك في السبستريت، اهو دي الانزيم ودي السبستريت الحاجه اللي هتتكسر، عملوا الكومبلكس، البرودكتس اهي طلعت، والانزيم طبعا زي ما دخل زي ما خرج، هو ده القانون بتاعه. فبيقول لي if D is a fructose، يعني ده كده في فركتوز، واكيد الفركتوز كان ماسك في ايه؟ في جلوكوز، يبقى احنا كنا بنكسر مين؟ سكروز. طب يبقى الانزيم ده ايه؟ سكريز، عشان هو ده الوحيد اللي بيجيب فركتوز، يبقى ايه دوت هيبقى ايه؟ سكروز. وكسرنا بانزيم سكريز وطلعنا السي دوت جلوكوز لان هو قال ان ده فركتوز. طيب ده بروبوز، الغرض من ان احنا نكسر conversion الميلك in the infant's stomach، اللي هي البطن بتاعت الجنين into coagulant substance is to make benefit from the A that is present in milk. يعني احنا بنبقى عايزين اللي هو الكواجيوليشن سبستانس، او اللي احنا مش عارفه نخلي الولد يشقط تقريبا حاجه كده، يعني ايا كان احنا بنبقى عايزين نوصل له ايه من اللبن؟ سكر ولا بروتين؟ اكيد بروتين. ليه؟ لان الولد صغير واحنا محتاجين نغذيه. لكن لو الولد ده عايز يعمل طاقه، يطلع طاقه، يبقى احنا بنشربه اللبن، علشان اللبن فيه لاكتوز، واللاكتوز ده سكر، والسكر بيتحرق ويديني انرجي. لكن ما دام انا قلت ان هو فيه بروتين يبقى عشان يكبر. طيب in the light of your studying، يعني لو انت مثلا بتذاكر يعني ففي ضوء مذاكرتك بعد الشر، بيقول لي which of the following represent the product of an enzymatic reaction and has to ability specific activation at the same time. يعني مين في دول عنده او بيطلع enzymatic reaction يعني enzyme
وعنده specific activation at the same time وبيعمل activation للحاجات. ها مين في دول انزيم؟ هتقول لي انزيم، يبقى استبعد الانتيروكاينيز خالص. وبيبقى محتاج specific activation، بيبقى محتاج حاجه تاكتفه، يبقى ها التريبسين، لان التريبسين هو الوحيد اللي بيبقى محتاج انزيم ياكتفه. حلو. نمبر 40 بيقول لي which of the following tube can be used together to form two different solutions that digest the egg white. يعني انا لو عايزه اشوف او اختبر بياض البيضه هستخدم ايه؟ بياض البيضه ده يعني بروتين، يعني الالبومين، فانا هستخدم له انزيم البيبسين وهستخدم له انزيم التريبسين، يا ده او ده، لان في الحالتين هيعمل البروتين للبوليبيبتايد. طيب لو انت هتستخدم البيبسين فالبيبسين بيحب الاسيدك، ولو انت هتستخدم التريبسين فالتريبسين بيحب الالكالاين، فانت براحتك بقى. يبقى اول سوليوشن 2/6 او 3/5، يبقى هتبقى نمبر A. سوري نمبر C. نمبر C ليه بقى؟ هو بيقول لك 2، احنا قلنا 2 و6، بس لازم اكيد ميه يعني، فهيبقى في 4، لازم تحشر الميه في الموضوع، او التريبسين مع الالكالاين وبرده معاهم ميه، فاحنا بس هنضيف ميه في الحالتين. ليه بقى؟ ليه ضفنا ميه؟ عشان انت نسيت حاجه مهمه قوي وانا كمان نسيتها، ان الانزيم مش هو اللي بيكسر الحاجه، الانزيم بيسرع التكسير، لكن مين اللي لازم تبقى موجوده؟ الميه. نكمل. بيقول لي a sample was taken from the juice that is present inside the pancreatic duct. يعني أنا خدت البنكرياتيك جوس. طيب what is the digestive effect of the sample if drop of it are put on protein وليبيد وستارش؟ لو أنا أخدت البنكرياتيك جوس إيه الجوس دي؟ جوس وحطيتها على نقطة بروتين ونقطة ليبيد ونقطة ستارش، هيحصل إيه؟ هو البنكرياتيك جوس ده عبارة عن إيه؟ صوديوم بايكربونات، ودي مش هتفرق معايا، وعبارة عن لايبيز، وده اللي بيكسر الإيمالسيفايد فاتس لإيه؟ ل 3 فاتي أسيد 1 جليسرول، يعني بيعمل آخر خطوة في الفاتس، وبيخلي الستارش تتحول تبقى دايسكرايد، وبيخلي البروتين المفروض ان هو بيطلع له تريبسينوجين، بس المفروض ان في السمول انتستين التريبسينوجين بيتاكتف. حسب الله ونعم الوكيل. ايه اللي حصل؟ ماشي. المفروض التريبسينوجين بيتاكتف في السمول انتستين. طيب هو بيقول لك لو انت خدت ده كده وحطيته على النقط دي، مبدئيا حته الدهون هو انت عملت اول خطوه فيها عشان ده يعمل تاني خطوه؟ لا، فكانك ما حطيتش حاجه. طب نفس الكلام البروتين، هو البروتين التريبسينوجين ده هيقدر يكسره؟ لا، لان هو بيتاكتف في السمول انتستين، فبرضه ده مش هيحصل له حاجه. مين الوحيد اللي هيشتغل عشان بيعمل اول خطوه في البنكرياس؟ الاميليز، ده بياخد الستارش اللي هي لسه كامله ويكسرها لدايسكرايد. يبقى الحاجه الوحيده اللي هتتاثر هي الدايسكرايد، لان احنا لسه هنعمل اول خطوه، لكن ده لسه تاني خطوه، وده اصلا بيطلع مش متاكتف. فايه؟ فالحاجه الوحيده اللي هتحصل ان الستارش هتتاثر، يعني نمبر بي، ان ده مش هيتكسر لان اصلا التريبسينوجين مش بيبقى شغال. ده هيبقى ده هيتهضم عادي بس فلو ريت، لان مفيش انزيم، الانزيم اللايبيز ده مش هيشتغل. ليه مش هيشتغل يا مارينا؟ لان اصلا احنا ما عملناش اول خطوه، واخر حاجه اللي هيشتغل حلو اللي هو الستارش، الاميليز هيكسر. طيب which of the following pair are not similar in their action؟ يعني مين في دول مش شبه بعض
في الأكشن بتاعهم. طبعًا البيبسين والتريبسين بيهدموا البروتين، يبقى شبه بعض. الHCl والانتيروكاينيز بيأكتيفوا الإنزيمز. البتيالين والبنكرياتيك أميليز الاتنين أميليز بيكسروا الستارش. البايل بيكسر فاتس، المالتيز بيكسر كربوهيدرات، يبقى هما دول اللي مش شبه بعض. Which of the following enzyme doesn't digest the same type of carbohydrates؟ مين في دول مش بيكسر السيم تايب؟ ده وده بيكسر جلوكوزات ماسكة في بعض. طيب الاميليز بيكسر الستارش الكتير اللي ماسكة في بعض. السكريز بيكسر جلوكوز وفركتوز. اللاكتوز بيكسر جلوكوز وجلاكتوز. يبقى مين اللي بيكسر جلوكوزات كتير ماسكة في بعض؟ مين اللي مختلف؟ الاميليز. طيب which of the following enzyme precipitate failed digestion of milk؟ مين في الانزيمات ديت بيأثر على اللبن، في هضم اللبن؟ مبدئيا اللبن ده فيه بروتين، فاحنا هنكسره بالبيبسين والتريبسين والبيبتيديز، ده كده اللي بيهضموا بروتين. وبيبقى فيه لاكتوز، فاحنا هنكسره باللاكتيز، يبقى اللي هيخليني اقصر بيبسين وتريبسين وبيبتيديز ولاكتيز. اللاكتيز ده سكر ودول عشان البروتين. طيب 45. in which in the two opposite figure the pH value in the two test tube A and 2 is digested to be 8. يعني انت عندك حضرتك البي اتش بتاعتك 8. after adding اللايبيز، حطينا هنا لايبيز وحطينا لايبيز، وشوف ايه اللي حصل. طب انا البي اتش 8 واللايبيز بيحب ال8، مفيش مشكلة. فبيقول لي اويل وووتر وبايل، وهنا اويل وووتر ومفيش بايل. تفتكر ايه اللي هيحصل؟ البايل بيسرع تكسير الاويل، فهنقول in change in test 1 هيبقى faster than 2. 1 هيبقى اسرع من 2 عشان فيه البايل. هتقولي ايه ده؟ طب ما هدوم مش هتتهضم، احنا عارفين ان كده كده الهضم بيتم بالايه؟ بالميه، ففي الحالتين في هضم، لكن هنا اسرع عشان في بايل. The following diagram show how to extract ان انت تستخلص الفركتوز شوجر من الكورن سيد، من الذرة. to be used in a healthy alternative for sucrose sugar. يعني بيقولك ازاي هتستخلص الفركتوز علشان تعمل سكروز اللي هو السكر الدايت يعني. طيب فبيقولي جبنا الكورن سيد وعملنا اول ستيب ان احنا طحنا السيد وعملنا بي اتش معينه adjusting بي اتش، فاتكسرت وبقت ستارش. بعد كده الستارش دي حطينا لها حاجه معينه فبقت فركتوز. فلو احنا قلنا مثلا، بيقول لي هنا حطينا 2 انزيمز، لان انا عندي الستارش دي جلوكوزات كتير، فاكيد اول انزيم كسرها الاتنينات اتنينات. بعد كده تاني انزيم راح كسر دول وخلاها جلوكوز وفركتوز، يعني كسرها للمونوساكرايدز لوحدهم. يبقى اللي انا عايزه افهمه لك ان اول انزيم كسرها الداي، بعد كده تاني انزيم جه كسرها الوحايد. طيب بيقول لي impurification of a seed from a protein digestive enzyme before starting the process. ايه اللي هيحصل؟ يعني بيقول لي لو انا كنت حاطط بالغلط انزيمات بتكسر البروتين، ايه اللي هيحصل؟ قال لي لو انتي حطيتي انزيمات تكسر البروتين، الانزيمات اللي هنا هتتكسر. ليه؟ لان الانزيمز ذات نفسها بروتين، فالستارش مش هتتكسر لفركتوز، لان احنا خلاص كسرنا الانزيمز علشان احنا كنا حاطين في الكورن سيد بروتين دايجستيف انزيم. بروتين دايجستيف انزيم بتهضم البروتين، وانا الانزيمات اصلا بروتين، فالانزيمات دي اختفت، فالتفاعل ده ما حصلش. يبقى ويل افكت ايه اللي هي الستيب التانية.
لأن الإنزيمات هتختفي عشان هتتهضم. طيب for treating indigestion case، الناس اللي مش بيبقى عندها عسر هضم، مش بتعرف تهضم، doctor may prescribe يعني يكتب capsule tablets which contain digestive enzyme. In your opinion why are the tablets capsuled؟ يعني بيقولك لو أنا بديكي دواء عبارة عن إنزيمات عشان تهضمي الأكل، ليه أنا حطاها في كبسولة؟ عشان الإنزيمات دي الدواء اللي أنا مديهولك ده ما يتكسرش بالإنزيمات اللي جسمك بيطلعها، صح ولا إيه؟ عشان كده أنا حطاها في كبسولة، لأن الاستومك بتطلع البيبسين اللي بيكسر الإيه؟ البروتينز، فلو أنا مدياك الدواء ده مش محطوط في كبسولة، معدتك هتكسره ومش هتلحقي تستفادي منه. يبقى to release the medicine في الانتستين من غير ما يطلع في الاستومك، عشان لو طلع في الاستومك البيبسين هيدغدغ الدواء فانت مش هتلحقي تستفادي منه. طيب نكمل. which of the following food substance take a different route of الابزوربشن؟ انا عارفه الحاجات اللي بتدوب في الميه بتروح للدم، الحاجات اللي ما بتدوبش في الميه زي الدهون بتروح للليمف. فبيقول لي بياض البيضة ده بروتين يبقى في الدم. العسل ده كربوهيدرات في الدم. البريد ده في الدم اللي هو العيش وهيبقى نشا. لكن مين اللي مش في الدم؟ الزبدة. طب السالمونيلا بكتيريا انفكت الهيومن، حد جات له سالمونيلا في معدته بسبب ان هو اكل contaminated food، اكل ملوث. water causing some symptoms as diarrhea، فعملت له ترجيع. فبيقول لي which part of the alimentary canal is the most affected؟ مين اكتر جزء في الجسم هيتأثر؟ سوري، هي الدايرية دي تقريبا اسهال مش ترجيع. بسبب يعني اي حاجة، مثلا ان انت مثلا جالك اسهال مثلا فبتنزل مية زيادة عن حاجتك او المية كتير، فده معناه ان السمول انتستين ما عملتش ابزوربشن للميه ورجعتها للدم، ففضلت الميه في السمول انتستين وبعد كده في اللارج انتستين ونزلت في الكاكين. فيبقى السالمونيلا لما حد بيجي له اي بكتيريا ويجي له مثلا اسهال، نقول له انت كده اكلت اكل وحش من بره بسبب ان الانتستين بتاعته ما شفطتش الميه ورجعتها للدم، يبقى ده الجزء المصاب. طيب بيقول لي if a lacteal vessel اللي هو الفيزل اللي بياخد الاكل اللي مش بيدوب في الميه اللي ماشي فيه الليمف are plugged inside the villi، لو الجزء ده اتسد، مين في الاكل ده مش هيوصل للدم؟ اكيد الدهون. خلاص بقى يعني ده عبط. طيب which of the following enzyme won't produce substances that are absorbed by the body؟ يعني مين في دول مش بيساعد في تكسير الاكل اللي بيتشفط؟ الانتيروكاينيز، لان هو مش انزيم. امال ده بيشتغل ايه؟ ما بيشتغلش بشهادته، بيشتغل اكتيفيتور. طيب which of the following enzyme خلاص قلنا. why does the absorption process of some products of digestion by villi is called active transport؟ ليه active transport؟ قالك عشان لو انت في دمك مثلا عندك سكر كتير وعايز تاخد من السمول انتستين سكر تاني، رغم ان السكر اللي في السمول انتستين مش كتير، فلما باخد الحاجه من اللو للهاي، يعني ده عكس الكونسنتريشن جريدينت، عكس الطبيعي، فده بيبقى اسمه اكتف ترانسبورت. يبقى ان الحاجه في دمك كتير وانت برضه عايز تاخد من السمول انتستين، يبقى because of the need to an amount of energy to be absorbed، وده طبعا بيحتاج ايه؟ ATP. طيب what is the name of the process by which absorbed food become a part of the body؟ هو انا لو هاخد الاكل واعمل حاجات في جسمي، هبني حاجات في جسمي، يبقى العمليه دي ايه؟ انابوليزم. طيب 45 بيقول لي which of the following is not considered the result of for non-occurrence of digestion process of الفود بولس اللي هو اللي في البق يعني. بيقول لي مين في دول ما يعتبرش من النتائج result for non occurrence of digestion of the food bolus؟
The impermeability of each simple molecule through its cell membrane, the non-occurrence of absorption process in the small intestine. يعني بيقول لك استنى بس ثانية واحدة، بيقول لي which of the following is not considered، يعني ما يعتبرش من نتائج عدم حدوث الهضم. مين في دول مش حاجة بتأثر على الهضم أو بتمنع الهضم؟ فبيقول لك الامبريمابيلتي اوف السيمبل مولكيول ثرو السيل ممبرين، لا، لو السيل ممبرين مش قادره تدخل الاكل السيل يبقى انت كده ما استفدتش من الاكل. طيب the non occurrence of absorption process in the small intestine, the presence in form of waste in large intestine, the body benefit from it as source of energy. معنى ان جسمك ما خدش فايدته، او يعني ما بناش حاجات في جسمه، معناها ان هو اخد الاكل وحرقه وطلع energy. يبقى معنى ان هو ما استخدمش الاكل في ان هو يبني حاجات في جسمه، معناها ان هو اخد الاكل عشان يطلع ايه؟ energy. Number 55. How many voluntary sphincter muscle are present in digestive system؟ أنا عندي كام voluntary sphincter؟ voluntary أقدر أتحكم فيها، هما الاتنين اللي عند الانس اللي هما بيبقوا هنا دول، اللي هما الانال sphincter لما بيعملوا relaxation والريكتم بيعمل contraction الكيكي بتنزل، فهما اتنين بس اللي هما الانال sphincter. طيب 65 بيقول لي the action of each of A is required for absorption A والD والK. ال A والD والK دول بيمشوا مع الليمف، دول الفيتامينز اللي مش بتتهضم بسهولة، يعني دهون. طب مين بيأثر على الدهون؟ البايل والايه؟ والبنكرياس اللي هو اللي بيطلع اللايبيز، هما دول اللي بيكسروا الدهون. طب 57. Which of the following blood vessel where the vitamin B doesn't pass through it to reach the body؟ يعني مين في دول الفيتامين بي اللي هو بيدوب في المية مش بيعدي فيه؟ لا، بيعدي في الهيباتيك بورتال فين، بيعدي في الهيباتيك فين، وبيعدي في الانفيريور، لكن مش بيعدي في السوبيريور، لان السوبيريور ده بتاع الحاجات اللي مش بتدوب في المية، وفيتامين بي بيدوب في المية. آخر سؤال. Which of the following doesn't cause the presence of high percent of fat in the wastes of a digestive enzyme؟ يعني مين في دول مش بيسبب وجود نسبة كبيرة من الدهون في الويستس بتاعتك؟ ها، ايه رأيك؟ يعني مين في دول مش بيأثر على الدهون بمعنى الكلام؟ البنكرياس بيأثر ولا لأ؟ البنكرياس بيطلع اللايبيز، طب اللايبيز اكيد بيأثر، طب البايل اكيد بيأثر، لكن هل ال HCl ممكن يأثر على دهونك؟ لا، ده بيأثر على البروتين، هو اللي بيأكتف البيبسينوجين، يبقى ايه؟ بيبسين. وبكده ابقى خلصت لك الهوم ورك بتاع الدرس الثالث. بالتوفيق يا شباب.